السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. في حلقة النهاردة هنتكلم عن مبردات الهواء أو التكييف الصحراوي. هنتكلم عن أفضل 4 تكييفات في الفئة السعرية اللي هي متعديش 4000 جنيه. طبعا كل الموديلات اللي معانا بتكون كبيرة شوية في عدد اللترات، فبتحتاج مكان واسع، مش بيحتاج مكان صغير، مش بيحتاج شقق صغيرة. الأسعار اللي أنا بتكلم عنها النهاردة دي أنا ضامنها من هنا لحد أسبوعين قدام، واللي بيفكر يشتري تكييف يلحق يشتريه دلوقتي قبل زيادة الأسعار أو قبل زيادة الدولار اللي جاي الفترة اللي جاية. فلو لسه بتفكروا تشتروا، لا انتوا خدوا القرار وانزلوا اشتروا على طول. وبرضه عامل حلقتين سابقين عن أفضل تكييف صحراوي في حدود 2000 جنيه وفي حدود 3000 جنيه. فلو اول مره تشوفنا انزل تشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده. احنا قناه مهتمه ببيع الاجهزه المنزليه، فلو حد عايز يسالنا عن اي منتج قبل ما ينزل يشتريه يقدر يتواصل معانا في تعليقات القناه او من خلال صفحتنا اللي موجوده في صندوق الوصف. وبرضه لو في اي حد عايزني اعمل ريفيو عن اي منتج يسيب لنا في التعليقات واحنا هنعمل عنه ريفيو في اسرع وقت ممكن. فيلا بينا عشان ما نطولش عليكم نشوفوا معانا ايه النهارده. بي كوين مش بس متخصصة في مراجعة الأجهزة المنزلية، لا وكمان متخصصة في العناية بالشعر والبشرة. بنعمل تركيبات لجميع مشاكل الشعر. التركيبة مكونة من زيوت طبيعية وفيتامينات معالجة، والنتيجة مضمونة بنسبة 100%. وده مش رأينا احنا، ده رأي كل اللي استخدموا تركيباتنا. تواصلوا معانا خلال الواتساب وقولنا مشكلتك واستلمي المجموعة المناسبة لشعرك. خصم خاص على مجموعة الهير ماسك لجميع عملاء بي كوين. اول تكييف معانا صحراوي بيكون من شركة فريش اسمه سمارت، زي ما ظهر كده جنبي في الشاشة. التكييف ده بيكون 60 لتر، بيطلع الهواء من 4 جناب، بيكون ورا وقدام والجنبين بحيث كل اللي قاعدين يستفيدوا من الهواء. بيكون في مروحة توزيع هواء داخلية 18 بوصة، وبرده بيكون مزود بأربع عجلات لسهولة الحركة. ده بيكون مخصص اكتر للاماكن المفتوحة. زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة، كل التكييفات اللي معانا النهاردة بتحتاج اماكن كبيرة، بالذات لانه هو بيزود الرطوبة. التكييف برضو بيكون مزود بفلتر داخلي عشان الهواء ما يحصلوش اي تلوث. عامل عنه حلقة شاملة عن كل مميزاته وكل عيوبه، بتظهر جنبي في علامة الاي، ولو ما ظهرتش وانتوا بتشتركوا في القناة خدوا لفة هتلاقوا حاجات كتير جدا عن التكييفات. سعر التكييف النهاردة عامل 3750 جنيه. برضو زي ما قلنا ان الاسعار دي انا ضامنها لحد اسبوعين قدام من تاريخ نزول الفيديو. تاني تكييف معانا برضو بيكون من شركة فريش، بس بيكون مخصص للأماكن الصغيرة، وهو كمان بيكون صغير مش بياخد مساحة زي التكييفات الكبيرة. كمان بيكون 40 لتر، وكمان مش بيستهلك كهرباء زي التكييفات الكبيرة. وزنه بيكون خفيف حوالي 12 كيلو طبعا بدون المية. بيكون في فلتر داخلي بس بيكون غير قابل للإزالة. في التكييفات العادية بيكون فلتر بيتشال يتنضف وتركب تاني، لكن ده بننضفوه وهو متركب داخل التكييف. تكييف مميز جدا وبيستخدموه في المحلات او المكاتب. سعره 3370 جنيه. تالت تكييف معانا هو العملاق من شركة ميانتا 85 لتر. التكييف ده بيكون مميز جدا وقوي جدا. المميز في التكييف ده انه بيكون في وصلة للخرطوم عشان نحطها في الحنفية ونوصلوها للتكييف مباشرة، مش بنحتاج كل شوية نملأ مية. بيكون فيه 3 فتحات لتهوية المكان او خروج الهواء. بيكون فيه 3 اماكن لملء المية، وفي مكان للتلج، مش مكان واحد، في مكانين نقدر نحط فيهم تلج. طبعا التلج فائدته ايه؟ ده بيساعد على برودة الهواء اكتر. كل التكييفات اللي معانا بتكون مزودة ب3 سرعات. بيكون في طلمبة مية بحيث ان لو المية قلت برضو بيديك زي انذار كده ان المية قليلة. وبيكون في 4 عجلات لسهولة الحركة، برضو عامل عنه ريفيو شامل هتظهر جنبي في علامة الاي لو حابين تعرفوا فكرة عنه اكتر. التكييف سعره 3900 جنيه. اخر تكييف معانا بيكون من شركة جاك، بس المرة دي بيكون 90 لتر. بيكون مزود بمروحة ومرطب للهواء، وكمان فلتر منقي للهواء. خزان مية سهل جدا في الاستخدام في الطلوع وفي الخروج، بحيث يكون سهل معاكي في التنظيف. في خاصية الإغلاق التلقائي في حالة نقص المية، يعني لو حد نسى المية فيه مثلا أو المية قلت فيه فهو بيفصل أوتوماتيك. عامل عنه حلقة بكل مميزاته وكل عيوبه، تظهر جنبي برضو في علامة الآي، ولو ما ظهرتش خدوا لفة في القناة هتلاقوا حاجات كتيرة جدا عن التكييفات الصحراوية. سعر التكييف 3690 جنيه. دول كده يعتبر أفضل 4 تكييفات موجودة في الفئة السعرية دي. طبعا في تكييفات كتيرة جدا بس دول احسن 3 او احسن 4، 2 من فريش وواحد من ميانتا وواحد من جاك. وبنبه تاني التكييفات دي بتحتاج مساحة كبيرة، ما ينفعش يتحط في شقة. وبكده نكون خلصنا معاكم حلقتنا النهاردة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وشوفوا حلقات جاية كتيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.